بعد نهاية نهائي كأس إفريقيا وتتويج منتخب السنغال بلقب البطولة في سيناريو وصفه كثيرون بغير المألوف، لم تكن صافرة الحكم هي المشهد الختامي. ما حدث في الدقائق الأخيرة من اللقاء وما تبعه من فوضى داخل أرضية الملعب وخارجها فتح واحدا من أكثر الملفات حساسية داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في السنوات الأخيرة. المنتخب المغربي تحرك بسرعة وتقدم بطلب رسمي لفتح تحقيق عاجل مستندا إلى مواد واضحة من لائحة كأس إفريقيا، معتبرا أن ما جرى يصنف كتوقف غير مبرر عن اللعب وسلوك غير رياضي جسيم. وذهب الملف إلى أبعد من ذلك، حيث طالب الجانب المغربي إما بتجريد المنتخب السنغالي من اللقب أو اعتبار المباراة منتهية لصالحه. خلال أيام قليلة انتقل الملف إلى لجنة الانضباط التابعة للكاف وسط ضغوط غير مسبوقة وترقب واسع على مستوى القارة، مع تسريبات تحدثت عن انقسام داخل دوائر القرار. السؤال الذي كان مطروحا بقوة: هل يملك الاتحاد الإفريقي الجرأة لاتخاذ قرار قد يهز نتيجة بطولة قارية كبرى؟ الإجابة جاءت صادمة للكثيرين. القرارات صدرت بالفعل، لكن دون المساس بنتيجة النهائي أو اللقب. الاحتجاج المغربي قوبل بالرفض ولم تلغى النتيجة، وكأن ما حدث داخل الملعب اعتبر تفصيلا عابرا رغم حجم الجدل الذي رافقه. وبحسب قرارات لجنة الانضباط، فرضت على الاتحاد السنغالي غرامة مالية قدرت بحوالي 615 ألف دولار بسبب سلوك اللاعبين والجهاز الفني والجماهير. كما تقرر إيقاف مدرب منتخب السنغال بابي تياو 5 مباريات مع تغريمه 100 ألف دولار، إضافة إلى إيقاف لاعبين سنغاليين مباراتين رسميتين لكل منهما بسبب سلوك غير رياضي. لكن العقوبات لم تتوقف عند هذا الحد. المنتخب المغربي بدوره لم يخرج دون قرارات انضباطية، حيث فرضت على الاتحاد المغربي غرامة مالية بلغت نحو 315 ألف دولار بسبب مخالفات متعددة شملت السلوك داخل الملعب وتقنية الفيديو وبعض التجاوزات الجماهيرية. كما تقرر إيقاف اللاعب أشرف حكيمي مباراتين رسميتين مع تعليق تنفيذ إحدى المباراتين لمدة عام من تاريخ صدور القرار، إضافة إلى إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري 3 مباريات وتغريمه مبلغ 100 ألف دولار. ووفقا لمصدر داخل لجنة الانضباط، صرح لوكالة فرانس بريس أن عقوبات الإيقاف المفروضة على اللاعبين والمدرب لن تطبق على مباريات كأس العالم المقبلة، بل ستنفذ فقط في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هذا القرار فجر موجة واسعة من الجدل حول مصداقية الكاف في إدارة البطولات الكبرى، وفتح باب التساؤلات حول العدالة الانضباطية ومدى تأثير هذه العقوبات على مستقبل المنافسات القارية. على مواقع التواصل الاجتماعي تباينت ردود الفعل. مصطفى كتب أن العقوبات تبدو غير رادعة، معتبرا أن الحديث عن سحب اللقب أو الإقصاء كان مبالغا فيه، لكن الغرامات والإيقافات كان يجب أن تكون أشد لضمان عدم تكرار ما حدث. في النهاية، يبقى هذا الملف واحدا من أكثر القضايا تعقيدا في تاريخ كأس إفريقيا الحديث، قضية لم تغلق تماما بقرارات انضباطية، بل تركت خلفها أسئلة مفتوحة حول العدالة والشفافية ومستقبل إدارة الكرة الإفريقية.